بيضحكوا بيضحكوا عشان انت الجون اصلا ما كانش مفهوم. الكرة خبطت في قصبة رجل مبابي وعملت لوب غريب وراحت في البعيدة، ما تتصدش، فلازم يضحكوا. ريال النهارده بيقدر يحط رجل في دور ال 16 للتشامبيون ليج بفوزه على مانشستر سيتي 3-2 في استاد الاتحاد، ودي المرة الأولى اللي يقدر ريال مدريد يغلب مانشستر سيتي في استاد الاتحاد. ماتش النهارده تكتيكيا كان حلو قوي. نتكلم قوي عن ريال مدريد اللي بقت حظوظه اعلى بكتير في الوصول لدور ال 16. قدر انشيلوتي النهارده يلعب الماتش على فترات. اول الريال بدا الماتش ازاي؟ الريال بدا الماتش ب 4-3-3 بتاعته الطبيعيه، باربعه في خط الدفاع، ميندي واسينسيو وتشاوميني، وحركه جريئه قوي ان هو يلعب النهارده بفالفيردي باك يمين، وهو كان حاول يجربها في اكتر من ماتش من الماتشات اللي فاتت. النهارده وعلى عكس العاده تشاوميني ملوش اي اخطاء، ودي حاجه غريبه. قدام الخط الرباعي الدفاعي ده كان 2 ارتكاز في نص الملعب، كان كامافينجا وسيبايوس. قدامهم لعيب حر تماما بلينجهام اللي قدر في الشوط الثاني يعمل اللي هو عايزه بالظبط، قدر يفتح المساحات الثلاثي الهجومي اللي قدام بعد كده اللي كان رودريجو ومبابي وفينيسيوس. ريال مدريد عرف يمشي الماتش على فترات. يعني الفترة الأولانية بدأ تقريبا أول ربع ساعة في الماتش إن هو بيضغط على دفاع السيتي، لأنه عارف إن دفاع السيتي في الفترة دي بيعرف يخسر الكورة أو بيتقطع منه الكورة لما بيتضغط عليه، المدافعين ما بيعرفوش يطلعوا بالكورة كويس. عمل كده في أكتر من كورة في أول الماتش، وكان هيبقى فيه أكتر من جون مؤكد في أول ربع ساعة في الماتش ريال مدريد. الكورة بتاعت فينيسيوس اللي اتحسبت اوفسايد، ولو ما كانتش اوفسايد كانت هتبقى ضربه جزاء، والكوره اللي شالها اكي من على خط الجول. بعد كده بدا ان يبقى فيه الجون الاول لمانشستر سيتي، بدا ان هو يتراجع شويه للثلث الاولاني عنده في الملعب، الثلث الدفاعي، وبعد كده يلعب هجمات مرتده بتحركات سريعه للثلاثي الهجومي ووراهم بلينجهام عشان يفتحوا مساحات في دفاع السيتي. الشوط الاول كان فيه هجمات كتيره وكان لازم يجي جول ريال مدريد، بس ده ما حصلش، وعلى ما اظن هو كان توفيق اكتر من إيدرسون ومن دفاع السيتي وسوء حظ كبير لمهاجمين ريال مدريد. في الشوط الثاني بدا نفس الطريقه، هي بداوا يضغطوا على المدافعين، ومعروف ان المدافعين بتاع السيتي لما بيتضغط عليهم الفتره دي بيغلطوا. الكره كانت فاول، اتلعبت لوب من ورا المدافعين كلهم لمبابي عشان تخبط في قصبه رجله زي ما احنا شايفين كده، وتروح في البعيدة خالص وتخش جول. هم فعلا لازم بلينجهام وفينيسيوس ومبابي لازم يضحكوا. الكورة لو اتعادت 100 مرة مش هتخش بالطريقة دي. بعد كده السيتي قدر ان هو يجيله ضربة جزاء. مش هنتكلم في قرارات الحكام كتير، لان في حكام ممكن يحسبوا دي ضربة جزاء وفي حكام ممكن ما يحسبوهاش. بس يحسب برضو لانشيلوتي ان هو حتى بعد الجون الثاني للسيتي بدأ يكتل دفاع ورا عشان ما يحصلش اي تقدم تاني لمانشستر سيتي، ويلعب على المرتدات وعلى التحركات السريعه للجناح الاثنين رودريجو وفينيسيوس ومبابي ووراهم بلينجهام. قدر بنفس الطريقه دي من غلط لإيدرسون ان هو يسجل الجون الثاني، وبغلط من ريكي لويس ان هو يعرف يسجل الجون الثالث في الدقيقه 91. لغايه الدقيقه 85 هي النتيجه 2-1 للسيتي. نهايه الماتش النتيجه 3-2 لريال مدريد. لا فعليا ماتش حلو قوي من الريال، ماتش تكتيكي ووعي تكتيكي عالي قوي من انشيلوتي. عرف ان هو يسير الدنيا ازاي زي ما هو عايز، حط رجل في دور ال 16 خلاص. فعليا الريال حاليا محظوظ ان انت حتى وانت معكش خط دفاعك بالكامل وانت مش في احسن احوالك، لكن في التشامبيون ليج انت بتعرف توصل للي انت عايزه بالظبط. على الناحيه الثانيه مانشستر سيتي، جوارديولا بدا الماتش بتامين دفاعي شويه، بدا ب 4-1-4-1.
من على الناحيه اليمين موجود اتي، على الناحيه الشمال خالص ريفارديول، وفي النص دياز واكاري. قدامهم ستونز عشان يعرف يوصل الكرة اكتر. احنا عارفين ان ستونز بيعرف يستلم ويسلم حتى لو تحت ضغط. ده اللي خلاه النهارده ستونز اللي يبدا الماتش مش كوفازيتش. ستونز كان كل دوره النهارده ان هو يلم، زي ما كنا بنقول في المره اللي فاتت، حد مش عارف يباصي، لا ستونز يظهر بدل ما يتضغط على مدافعين السيتي وما يبقاش فيه اي حد يعرف يسلم ويستلم منه. احنا عارفين عشان تبقى الهجمه تبقى مظبوطه لازم يبقى عندك اكتر من حل للتمرير. حلول التمريريه دي هي اللي بتحاول تخلي هجمتك تتطور ان هي تبقى هجمه خطيره في التلت الهجومي ليك. قدام بعد كده ستونز كان في رباعي بدأ بجريليتش، برناردو سيلفا، دي بروين، سافينيو، وقدامهم هالاند. صراحة على عكس ما كان متوقع، جريليتش النهارده كان لغاية أول 25 دقيقة لغاية ما اتصاب كان مقدم ماتش حلو قوي. ومن وجهة نظري أحد برضه تراجع مستوى ريال مدريد هو إصابة جريليتش. ليه؟ أنا دلوقتي جوارديولا بيحب يلعب على إن هو بيعمل استريتش للخط الهجومي كله عشان يعرف يفتح مساحات. جريليتش وسافينيو في الوقت ده كانوا فعلا مدينه الاستريتش اللي هو عايزه. جريليتش فاتح الملعب على اقصى الشمال خالص، وسافينيو كان فاتح الملعب على اقصى اليمين. في النص كان دي بروين وبرناردو عمالين يغيروا المراكز بينهم عشان يعرفوا يفتحوا مساحات في دفاع ريال مدريد. هالاند كان ممكن بيشتغل ساعات كمحطه، وبيشتغل ان هو بياخد الهجمه وياخد المدافعين ويرجع بيهم لورا عشان السيتي يعرف يبني الهجمه. وده بالظبط اللي حصل في الجون الاولاني للسيتي، ان انت جريليتش لما عرف ياخد الهجمه ويلعبها لوب من فوق اسينسيو وصلت لريفارديول اللي بيريحها بصدره حلو قوي لهالاند عشان يجيب الجون الاول. اصابه جريليتش نزلت فودن. انا فودن بالنسبه لي ليه مشكله وليه عيب. فودن هو لعيب مهاري حلو قوي، شوتر حلو قوي، رجله حلوه وهو بيعرف يشوط على الجون، بس بيمنع لك شويه حته الاسترتش اللي جوارديولا عايز يعملها. يعني انت دلوقتي لما نزلت فودن قمت منزله ويند يمين، وقمت واخد سافينو من الويند اليمين وموديه ويند شمال. سافينو على طول عامل الاسترتش بتاعه فاتح الملعب، لكن فودن بياخد الكرة ما بيطلعش على الخط، بياخد الكرة ويضم لجوه. ده اخطر، بس انت كده بتخلي التكتل الدفاعي ريال مدريد يعرف يعمل اللي هو عايزه بالظبط. ان انت دلوقتي بدل ما الدفاع بتاع ريال مدريد بيدافع على مساحه كبيره، لا انت بتدخل فودن لجوه، بدل ما بتدافع على المساحه في التلت بالكامل، لا انت بتدافع على نص الملعب بس. طيب ايه برضو المشكله في السيتي؟ هي نفس المشكله بتاعت الماتشة اللي فاتت، زي ما هنقول برضو نفس ال20 ماتش كلهم اللي فاتوا. المدافع لما بيتضغط عليه حاليا مش عارف يخرج بالكوره. ادرسون في الدقيقه 85 انت دلوقتي كسبان 2-1 وشايف ان انت ممكن مضغوط، ايه اللي يخليني العب ضربه مرمى على الطويله على طول فتتقطع ترجع بهجمه تروح عليا بجول؟ نفس مشكله لعيبه السيتي الفتره دي هي عدم الثقه بالنفس تماما. نفس المشكله عدم الثقه بالنفس. هنا ادرسون اهو، انا ليه بلعب الطويله فتتقطع باصه 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 وتيجي لابراهيم دياز وهو فاضي تماما؟ برضه الجون التالت للريال، الجون التالت للريال ريكي لويس مش عارف يشتت الكوره، مش عارف. انا دلوقتي اتصاب اكانخي، ليه انزل ريكي لويس؟ زي ما كنت بلعب من سنه فاتت، واكيد الفرقه لسه حافظه نفس الطريقه، العب بثلاثه، واحد منهم مدافع بيطلع نص ملعب ويرجع يغطي الخط الدفاعي. خصوصا ان انت الاصابه كانت من اول الشوط الثاني، فانت عارف تتصرف وعارف تعمل اللي انت عايزه. جوارديولا الماتش مش هنقول رقم كام، مش عارف يتصرف في الماتش، مش عارف يتصرف في الماتش، مش عارف. لما انا عندي دلوقتي حد اتصاب، لا انا اعمل ايه؟ احنا كده لو تعالى نتخيل ان انت، مش هنقول عشان مرموش طبعا مصري وعايزينه ننزل وعايزين نشوف، بس انت متخيل الماتش ده ان انت بعد ما اصاب جريليتش بدل ما نزلت فودن نزلت مرموش وعملت بيه نفس الاسترتش على الشمال وسافيو على اليمين، هي كانت نفسها هتبقى الطريقه بتاعتك. دفاع الريال مش عارف يمسك، مش عارف يضغط عليك، لان انت عامل الاسترتش بالكامل وهالاند في نص الملعب سريع.
برضه مش بنعدل على مدربين، لان دول في حته تانيه تماما. انت بتبقى اكيد المدرب بيبقى محفظ اللعيبه بتاعته كل حاجه، وفي الاخر مش هو اللي بينزل يحل الامتحان، انت بتديهم كل المعلومات وهم اللي بينزلوا المفروض يحلوا في الاخر. دي بروين النهارده زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت، دي بروين النهارده ايه خطورته في الملعب؟ بياخد الكرة يسلمها يمين، بياخد الكرة يسلمها شمال. دي بروين بقاله سنة مفيش تي باص عنده، مفيش نفس التي باص اللي هو انا باخد الكرة بعمل ثرو بالكامل، يا بطلع جناح يا بطلع هالاند انفراد. بقاله سنة نفس التي باص مش موجود. انا مقتنع ان ما ينفعش كان مرموش يبدا من اول ماتش، بس انا خلاص الجناح اتصاب عندي وما عنديش دوكو اللي كان ممكن برضه يعمل الفارق معاك النهارده. بس النهارده مرموش كان يعمل معاك فرق في الجنب الشمال. انت لما نزله في الدقيقه 83 او الدقيقه 80 مش هيعمل معاك حاجه. السيتي النهارده برضه انت عارف ان سرعات هجوم الريال عاليه قوي. امنت دفاعيا بستونز الشوط الثاني، انت قمت ساحب اكانخي عشان اتصاب، ساحب اكي، ولعبت برضه باربعه في الدفاع او ثلاثه في الدفاع، لان انت قمت مطلع ريكي لويس لقدام ومنزل كوفازيتش. فين يعني فين التغطيه الدفاعيه؟ فين العمق الدفاعي بتاعك؟ ما هو حاجه بالعقل. انا المدافعين بتوعي مش صراع ومش في احسن احوالهم، ولما بيطلعوا بالكره حاليا مضغوطين ما بيطلعوش الكره صح. يأمن دفاع يلعب على السيتي النهارده بيلعب استحواذ، ما بيلعبش تيكي تاكا، ما بيلعبش، بيلعب استحواذ جارديولا. انا عايز طول الماتش ان انا الكوره ما تبقاش في رجل لعيبه الريال. ما هي انت برضه مش هتعرف تعمل كده طول ما انت مش عارف تستحوذ على الكوره من ورا لقدام. هي الكوره سهله، بس هو اليومين دول مصعبها قوي، هو اليومين دول مصعبها قوي. في ماتش تاني في البرنابيو هيبقى احسن من الماتش ده؟ لا، ماتش البرنابيو بنسبه كبيره هيبقى هو برضه هتحاول ان انت تضغط. وانا بقول لك من دلوقتي مرموش هيبدا ماتش البرنابيو. ليه؟ عشان انت بقيت محتاجه في ماتش البرنابيو، عشان انت بقيت محتاج تهاجم، عشان انت بقيت محتاج تعمل استرتش. الحاله الوحيده اللي مش هيلعب فيها مرموش في ماتش البرنابيو لو جريليتش رجع من الاصابه، فانت برضه هتعمل استرتش بجريليتش مش بمرموش. الماتش في البرنابيو بقى صعب. الريال في البرنابيو مش هيتغلب، مش هتعرف ان انت تهاجم عليه بنفس الطريقه. زي ما بيتقال دايما هي شخصيه البطل اللي مع يعني بقت خلاص حاجه مش مفهومه، ان انت برضه في اوحش احوالك مش اللعيبه كلها في الحاله الذهنيه. النهارده فينيسيوس ما جاش الماتش كله، جه في كوره واحده اللي عملها لوب من فوق ادرسون وكملها بلينجهام. اللي انا مستغربه بقى ان انت فينيسيوس بكره واحده وكره ثانيه شوطه في العارضه واخد مان اوف ذا ماتش. يا راجل ده انا ادرسون داخل فيه 3 اجوان وياخد مان اوف ذا ماتش عادي. امبابي لو مش ماتش زي ده هتديله مان اوف ذا ماتش، وما هتديله امتى؟ بلينجهام في ماتش زي ده وهو فاتح لك شوارع في دفاع السيتي هياخد مان اوف ذا ماتش امتى؟ بس هو فعلا زي ما قال ابو تريكه ما تستفزش ريال مدريد. انت نازل تستفز فينيسيوس بيافطه قد كده عشان رودري خد البالون دور. ماتش البرنابيو بقى صعب قوي. نسبة صعود الريال بقت فوق ال 90%، ايه ما كانتش وصلت 99 او 100%، بس الكورة برضو مهما كان فيها مفاجآت، بس مش هيحصل. لان انت لما تبقى مفاجآت دي لما انت تبقى هنا 100%، انت هنا مش 20% حاليا. النهارده غير ماتش السيتي والريال كان في 3 ماتشات، كان في باريس وبريست. ال3 ماتشات التانيين كل الفرق خلاص عرفت ان هي صعبه، هو حتى الريال ما عرف ان هو صعب، بس هو كله تقريبا خلص من الماتش الاولاني. باريس بيغلب بريست 3-0، والماتش التاني هيبقى في استاد حديقه الامراء، فكده باريس في دور ال16. اليوفي بيعرف يكسب بره ارضه ايندهوفن 2-1، وبروسيا دورتموند 3-0 ريح نفسه خالص في ماتش العوده. فخلاص احنا تقريبا عرفنا 4 فرق
من الثمانية اللي صاعدين اللي هيلعبوا الثمانية اللي اتأهلوا. بروسيا، اليوفي بنسبة من 90 ل 95%، وباريس بنسبة 100%، والريال بنسبة 99%. هنحاول برضو ان احنا نتابع الماتشة بتاعت بكرة ونجيب لكم كل التفاصيل بتاعتها، ولو في اي حاجات عايزة التحليل بتاعها، عايزة اي حاجة، هنتكلم في الماتشة بتاعت بكرة كمان. فوز تاريخي ريال مدريد اول مرة في استاد الاتحاد. 4 ماتشات فاتوا الريال ما كسبش السيتي، جاي النهارده يكسبوا وفي استاد الاتحاد وفي ماتش الذهاب. يلا، التشامبيون ليج بالطريقه الجديده دي، لا بجد حلو. التشامبيون ليج بالطريقه الجديده دي عرفت تجيب لك مطوشه في وقت بدري قوي من البطوله، مطوشه تقيله. يعني انت كنت مستني تشوف مثلا السيتي وريال مدريد ده قبل نهائي، لا ده انت بعد السيتي ريال مدريد الفايز هيلاعب الفايز ما بين اتلتيكو واليوفي تقريبا، لانه خلاص بالنسبه لي اليوفي صعد. لا، وهتلعب بعد كده الفايز ما بين برشلونه، يعني سكتك بعد كده فيها برشلونه والليفر. امال مين اللي هيوصل؟ يعني مين من الناحيه الثانيه هيوصل للنهائي؟ باريس؟ لا، ده باريس في السكه، دي باريس في نفس السكه دي تقريبا. الناحيه الثانيه السكه فاضيه للبايرن تماما، لان البايرن هيكسب بكره، دي طبيعي. حاجه اخيره انا عايز اتكلم فيها، وحسيت ان انا لو ما اتكلمتش فيها هيحز الموضوع في نفسيتي قوي. بره الكوره بقى خالص، اللي بيحصل حاليا في الوطن العربي ده مش طبيعي، وعايزين يوقعونا بأي طريقة. القضية الفلسطينية عمرها ما هتتحل بالطريقة دي، ولا عمر مصر هتسيب القضية الفلسطينية، ولا عمر هيحصل تهجير، ولا عمر الفلسطينيين هيسيبوا غزة والضفة الغربية وفلسطين كلها. أنا معرفش المؤتمر اللي أنا قادر أفهمه، ولا الكلام كله متضارب. الأردن وافقت، الأردن ما وافقتش، مصر واقفة في الموضوع ده. حسيت ان انا لو ما كلمتش عن الحته دي الموضوع هيبقى خيانه شويه بالنسبه لي، لان احنا مش هنتكلم في كوره والدنيا والعه كلها حوالينا. واضح ان الناس لسه لغايه دلوقتي ما يعرفوش بره المصريين، واضح ان العدو الصهيوني لسه مش عارف المصريين، واضح ان الرئيس الامريكي لسه مش عارف المصريين. بس احنا تقريبا هنبقى جاهزين لاي حاجه ورا القياده المصريه في اي كلمه هتقولها. مش هيحصل تهجير، الفلسطينيين هيفضلوا في غزة، غزة مش هتتباع، واحنا كمصريين ورا رئيسنا ورا القيادة السياسية في أي حاجة هيقولوا. تحيا جمهورية مصر العربية.